أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد الخاص بتوقعات حالة الطقس بالجزائر. أمطار وعواصف رعدية متوقعة إن شاء الله في بعض الولايات الوسطى والشمالية الغربية بداية من يوم الجمعة 14 و15 من ماي. كما تشاهدون يوم الخميس أجواء غير مستقرة مع نزول أمطار وعواصف رعدية متوقعة إن شاء الله على بعض الولايات الوسطى والشمالية الغربية والولايات الشرقية. أمطار متوقعة ببرج بعريريج بقسنطينة وسطيف وبسكرة وعنابة وجيجل وبجاية وتيزوز وولاية الطرف. كما تشاهدون أمطار وعواصف رعدية حاضرة بإذن الله في بعض الولايات الشرقية الجزائرية حسب آخر تحديث للنموذج الأوروبي والنموذج الأمريكي. وتشير التوقعات باستمرار تشكل سحب غير مستقرة مع نزول أمطار وزخات رعدية، ويجب التوخي الحيطة والحذر وتجنب الوديان والمنحدرات. كما تشاهدون أمطار وعواصف رعدية مستمرة على عدة ولايات شمال غرب الجزائر ورياح قوية. بخصوص توقعات يوم الثلاثاء 19 من ماي، أجواء مستقرة إلى قليل السحب بباقي الولايات الجزائرية. وكما تشاهدون خلال يوم الثلاثاء مساء أمطار متوقعة بوهران بتيارت وبسيدي بالعباس. نحن في متابعة ورصد آخر التطورات بخصوص الحالة الجوية المرتقبة بالجزائر خلال نشراتنا القادمة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد. وكما تشاهدون إخواني أخواتي حسب آخر تحديث للتوقعات بعيدة المدى خلال يوم الجمعة 22 من ماي، تشكل سحب غير مستقرة قد تعطي بعض الأمطار والزخات الرعدية على الولايات الشرقية الجزائرية. فشكرا لكم ونلتقي في نشرة قادمة بإذن الله.